السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جربوا وصفتي. الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايب قلبي مفهوش وصفة. الفيديو النهارده فيه فيديو تعليمي. زي ما انتم شايفين دي معايا زبدة اهي يا جماعة، زبدة فلاحي. هنوري البنات اللي لسه بيتعلموا لسه ما بيعرفوش ازاي يسيحوا الزبدة الفلاحي وتطلع معاهم لونها حلو، وكمان المرتة بتاعتها بتطلع لونها كويس ومش محروقة، وبتطلع بالشكل الحلو اللي انتوا هتشوفوه باذن الله في اخر الفيديو. وكمان عايزين نعرف مع بعض كده ازاي نختار الزبده الكويسه، لان في ناس كتير بتتخدع في الزبده وبتجيب زبده مغشوشه، لان طبعا بيكون في غش كتير قوي في موضوع الزبده دي. زي ما قلنا كده يا حبيب قلبي، في ناس كتيره بتتخدع قوي لما بتشتري الزبده وبتطلع معاها مغشوشه. في ناس كتيره قوي بتغش الزبده بالذات. وكمان هنعرف مع بعض ازاي نخزن الزبده معانا للسنه للسنه وتفضل معانا كويسه وحلوه وبنفس الشكل اكنها لسه جايه طازه. اولا زي ما انتم شايفين كده انا معايا الزبده دي، انا حاططها في الفريزر. هي لسه طبعا متجمده معايا، وانا حطاها كده في حله على النار، على نار هاديه يا جماعه لحد ما تفك معايا الاول كويس. وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. اهم حاجه ان انت تكون ايدك في الزبده كده على طول وانت بتسيحيها علشان ما تلسعش منك، وما تبدايش النار عاليه وانت بتحط الزبده، عشان المرته اللي بتطلع منها ما تتحرقش، ولما بتتحرق بتسود السمنه وتخلي شكلها مش لطيف وبيخلي لونها غامق. دي زي ما انتم شايفين دي زبده بقري. ازاي تختار الزبده الكويسه؟ اهم حاجه معانا يا جماعه في الزبده تكوني شاريه الزبده دي من مصدر موثوق منه، يعني واحده تكوني انت عارفاها او مكان انت عارفاه يكون بيبيع زبده كويسه، وعارفه ان الزبده دي فعلا زبده فلاحي مش هتكون مغشوشه. طب انا ما عنديش حد اعرف منه اذا كانت الزبده دي مغشوشه ولا لا، او انا في مكان ما اعرفش فيه حد وحابه ان انا اشتري زبده. لما تيجي تشتري الزبده حبيبه قلبي ما تشتريش ابدا الزبده المتجمده، لان الزبده المتجمده دي بيكون فيها غش كتير. في ناس كتيره بتحط فيها من جوه عجين، فيها ناس من جوه بتحط فيها صابون، في حاجات كتيره قوي ممكن يحطوها في قلب الزبده من جوه المتجمده دي وانت ما بتعرفيش تفكيها من بره تغلفها لك بالزبده. وفي ناس بتحط فيها بطاطس مستويه مهروسه. يعني احنا شفنا طرق كتيره قوي لغش الزبده دي. فانت من الاضمن ان انت تشتريها من حد يكون موثوق منه، واحده تكوني عارفاها وزبدتها كويسه، حتى لو غاليه شويه بس حلوه، افضل من ان انت تشتري زبده وتدفعي فيها فلوس كتير وفي الاخر تطلع معاكي. كمان ناس بتخلطها بسمنه نباتي وبتطلع تبص تلاقي الزبده معاكي بتغلي، عماله تغلي وما بتبطلش غليان، ما بتفور يعني بتفضل تفور وتقلب كده معاكي، ما بتفورش، لا بتقلب اكن انت تغلي في ميه. فدي بتكون برضو محطوط عليها سمنه او محطوط عليها اي ماده تانية من اللي هما بيغشوها. طيب انا لما اشتري الزبده معايا يا جماعه تكون طريه لينه، عشان اقدر ان انا امسك القطعه الزبده دي افتحها من جوه واشوفها فيها حاجه مغشوشه مش مغشوشه او لا. وبعد كده بدوقها على لساني اشوف طعم الزبده دي طعم القشطه ولا طعمها مختلف. وانت ما بتدوقيها بلسانك بتعرفي اذا كانت دي طعم قشطه ولا فيها اي اضافات عليها. اما لما تشتري الزبده كده متجمده ما انتش عارفه تدوقيها ولا انت عارفه تفتحيها، وبتروحي بقى البيت على بال ما تيجي تفكيها تلاقي فيها بقى المصايب اللي احنا بنتكلم عليها دي. فمن الافضل ان احنا نشتريها من حد موثوق منه. طب ما لقيناش نتبع الخطوات اللي احنا قلناها، تكون الزبده معانا لينه نقدر ان احنا نفتحها ونشوفها، وتدوقيها على لسانك وتشوفيها اذا كانت طعم الزبده ولا لا، او فيها اي طعم مختلف وانت تقدري ان انت تعرفيها. طيب بعد ما احنا جبنا الزبده خلاص نعرف الزبده معانا حلوه، احنا جبناها مجمده زي ما احنا شايفينها كده، وعايزين كمان نسيحها ونشوف الزبده دي معانا هتطلع كويسه فيها نسبه خض اللي هو الشرش بتاع الزبده دي ولا لا. لما بتسيحيها يا حبيبه قلبي بيكون فيها نسبه الشرش او الخض ده كتير، بتنزل معاكي كميه مرته كتيره. هوريكم ازاي. احنا هنبدا كده مع بعض. زي ما انتم شايفين بدات الزبده معانا تسيح، هسيبها كده معايا شويه على النار لحد ما تفك كويس معايا، وبعدين هنشوف هنسيحها ازاي وازاي تطلع معانا لون الزبده كويس. خليكم معانا. بصوا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده معايا الزبده ساحت اهي. هبدا انزل معايا بشويه صغيرين زي ما انتم شايفين كده من الملح، حاجه بسيطه خالص، مش عايزه املح المرته معايا يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده الزبده معايا بتفور يعني ايه؟ بتفور زي اللبن. يعني انت اللبن لما بتجيبيه ما بيقعدش يقلب معاكي، لا اللبن بيفور، بيعمل وش زي ما انتم شايفين كده بيفور. هي دي الزبده الكويسه يا جماعه
اما الزبده اللي تقعد تغلي معاكي وتقلب زي الميه دي بتكون زبده مش سليمه، بتكون مغشوشه. زي ما انتم شايفين اهو، لازم تحطي الزبده في حله كبيره علشان لما تفور معاكي تاخد راحتها، ما توقعش منك وتبهدل الدنيا. فزي ما انتم شايفين كده اهو الزبده معايا اهو بتفور خالص اهي. ببدا ايدي كده بالتقليب على طول في الزبده من اول ما بتبدا تفور معايا وتغلي زي ما انتم شايفينها كده. ببدا ايدي على طول بالتقليب فيها علشان تبدا معايا الزبده تفصل وتطلع معانا السمنه وتطلع معانا المرته، وفي نفس الوقت تطلع معانا المرته لونها حلو والزبده ما تتحرقش مننا ويكون لونها غامق. ايدي على طول في التقليب في الزبده عشان تطلع معايا السمنه شكلها حلو وطعمها كمان حلو. هبدا اقلب كده في الزبده معايا زي ما انتم شايفين اهي، بقت كلها شكل بعضها تقيله. شايفين يا جماعه؟ هتبدا بقى مع التقليب كده والغليان هتبدا معايا الزبده تفصل وتعمل السمنه لوحدها والمرته لوحدها. هبدا اقلب فيها كده شويه وبعد كده هنرجع مع بعض نشوف شكلها عامل ازاي. خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي كده احنا هنبدا اوريكم مرحله مرحله كده في الزبده. زي ما انتم شايفين بدا الفوران اللي كان في الزبده في الاول ده يخف اهو زي ما انتم شايفين، وبدات الزبده معايا تلف على بعضها اكتر وفي نفس الوقت تقل. هتبدا كده معايا الزبده لحد لما تبدا تدخل على شكل السمنه. هوريكم شكلها بيكون عامل ازاي اهو. انا بقلب كده ايدي فيها على طول زي ما انتم شايفين. طبعا الفيديو ده فيديو تعليمي يا جماعه للبنات الصغيرين اللي لسه اول مره يعملوا الزبده، وفي برضو ستات برضو ما بتعرفش ان هي تسيحها كويس، فاحنا بنتعلم مع بعض. زي ما انتم شايفين كده هكمل معايا برضو مرحله الزبده، وفي المرحله الثالثه اللي هوريها لكم برضو هوريكم شكلها قبل ما اطفي عليها بيبقى ازاي وازاي هنخزنها. خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي دي مرحله معانا اهي من مراحل تسييح الزبده معانا. زي ما انتم شايفين الزبده بدات تسيح خالص اهي يا جماعه، بدات تظهر معانا شكل السمنه اهي. ببدا بقى في المرحله دي ايدي على طول كده في الزبده علشان خاطر تطلع معانا المرته دي لونها حلو وما تتحرقش معانا السمنه. وبكون مهديه النار مخليها وسط وايدي على طول فيها، ما ينفعش ان انا اسيبها على النار واروح اعمل اي شغله تانية يا جماعه. لازم ايدي على طول في السمنه كده لحد لما تخلص معايا. هبدا اقلب فيها كده شويه زي ما انتم شايفين بدات لون السمنه اهي يظهر. انا عامه يا جماعه بحب الزبده البقري عن الجمسي لان بيكون البقري نفسها حلو وريحتها حلوه وبتظهر في الاكل كمان عن الزبده الجمسي. زي ما انتم شايفين كده اهي الزبده البقري يا جماعه بيكون لونها اصفر وساعات بتكون لونها يعني مايل للبياض شويه بس ما بتكونش بيضه قوي. اما الزبده الجمسي بتكون بيضه خالص يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدا اقلب كده معايا لحد لما الاقي اللي على الوش ده المرته اللي على الوش دي بدات لونها يصفر شويه، يعني ما تحمرش اسيبها تحمر قوي، لا يا دوبك تصفر معايا كده. ببدا اطفي عليها علشان هي بتاخد سخونيه السمنه. طبعا درجه غليان السمنه عاليه فبتفضل فيها حراره لمده طويله عشان ما تحرقش معايا. بسيبها لحد ما لونها يصفر كده وهوريكم برضو قبل ما اقفل عليها شكلها عامل ازاي. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين بدات الرغاوي اللي فوق على الوش دي كلها تنزل تحت فين في الحله من تحت، وبدات السمنه هي اللي تظهر معايا كده على الوش. زي ما انتم شايفين كده بقلب برده كمان تقليبه علشان لون المرته معايا يفضل لونه ذهبي ما تتحرقش معايا. يا جماعه التفاصيل دي انا بقول كل حاجه بتفاصيلها علشان خاطر البنات اللي لسه اول مره واللي ما يعرفوش يعملوها، او لو واحد في اي دوله بره عايز يعني بيشتغل بره وراحت له زبده زي كده مش متسيحه يقدر ان هو يتصرف فيها. زي ما انتم شايفين كده هقول لكم ازاي بخزنها يا جماعه تفضل معايا من السنه للسنه حلوه اهو. ريحه الزبده ما اقولكوش ريحتها تحفه يا جماعه. بتشم ريحه الزبده الاصليه من على بعد حقيقي مكانها ريحتها بتملى الشقه كلها. زي ما انتم شايفين كده اهو. انا ايدي فيها المرحله الاخرانيه دي هي عامه من اول الزبده ما بتبدا معاكي لحد الاخر لازم تكون ايدك فيها بالتقليب على طول عشان تطلع معاكي مظبوطه ما تلسعش منك ولا تلزق معايا في الحله. لازم عشان تطلع معايا حلوه زي ما انتم شايفينها كده اهو. لسه طبعا اللون ده اللون المرته اللي تحت دي مبيضه اهي لسه يا جماعه. انا مش هفصل عليها دلوقتي كمان دقيقه كده وبعدين هوريكم شكلها النهائي هيكون عامل ازاي. بصوا يا حبايب قلبي لما بتعمل معانا الزبده كده الرغاوه البيضه اللي انتوا شايفينها دي
كده بتكون الزبده خلاص قربت ان هي تخلص، وان احنا نطفي عليها ايدنا على طول كده في ثواني فيها الدقيقتين دول. وبعد كده اول ما لون المرطه اللي معايا دي بيحمر شويه، هي هنا لونها مصفر اهو مع النور، هبدا بقى ان انا اطفي عليها في المرحله دي علشان ما تغمقش معايا. طب انا افرض انا سرحت وعدت مني عن كده وحسيت ان هي هتكون النار سخنه عليها او الحله سخنه عليها، بجيب معايا صينيه فيها ميه من الحنفيه عاديه، وبعد كده بروح حاطه الحله بحالها فيها، بتروح مبرده الحله معايا بسرعه وما تحرقش معايا المرطه يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت عليها اهو في المرحله دي اهو علشان تفضل معايا لون المرطه حلو ولون السمنه كمان حلو. هطفي عليها بقى واسيبها لما تهدى كويس خالص معايا، وبعد كده هنعبيها في البرطمانات ونشوف ازاي بنحتفظ بيها. بصوا يا حبيب قلبي كده بعد ما السمنه بردت معايا يا جماعه، معايا برطمانات اهي مغسوله ومتنشفه كويس زي ما انتم شايفين. هبدا بقى انزل كده بالسمنه بسم الله بالراحه كده وانا بنزلها يا جماعه اهي. لونها زي ما انتم شايفينها بسم الله ما شاء الله، لونها حلو اهي. هكمل بقيه البرطمانات معايا زي ما انتم شايفين، لون السمنه حلو اهي، مش غامقه ولا محروقه ولا حاجه يا جماعه. تاخدي بالك من الزبده. ويستحسن يا حبايب قلبي لو انت عندك كميه من الزبده وعايزه تخزنيها في الفريزر زبده زي ما هي، وتطلعيها تسيحيها على قد استخدامك، كيلو او 2 على حسب ما انت بتستخدمي. من الافضل بتكون طعمها حلو وريحتها حلوه وبتفضل لاخر السنه معاكي، ممكن تقعد فتره طويله من السنه للسنه زي ما هي بنفس الجمال بتاعها ونفس الريحه بتاعت السمنه البلدي، غير ما انت بتسيحيها وتسيبيها سمنه زي ما هي كده في البرطمانات لفتره طويله. طعمها طبعا بيتغير. انا كده بعمل على قد استعمالي، وباخد البرطمانات بملاها وبحطها في التلاجة وبستعمل منها. لما تخلص بطلع غيرها واسيح غيرها من الزبده اللي انا عايزاها. هنكمل بقيه البرطمانات كده ونشوف ونختم مع بعض الفيديو. بصوا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده شكل السمنه معانا اهي زي ما انتم شايفينها، ودي كمان المرطه اللي طلعت معانا اهي، شكلها تحفه في منتهى الجمال يا جماعه. اللي حابب يكون لونها افتح من كده براحته، بس احنا بنحب لونها يكون كده اهي. طعمها تحفه وفي منتهى الجمال. في ناس بتحب تحطها على المش بتاع الجبنه القديمه، احنا بنحب ناكلها كده بيكون طعمها حلو. دي كان الفيديو بتاع النهارده، فيديو تعليم. بتمنى ان انا اكون افدتكم ولو بمعلومه بسيطه. وقبل ما انهي الفيديو معاكم بتكلم وبقول لكل الناس اللي بتبيع الزبده دي يا جماعه اتقوا الله في الناس. الحاجه مش رخيصه، لازم كل واحده بتبيع حاجه تبيعها بما يرضي الله يا جماعه، ما تغشش الناس فيها. من غشنا فليس منا. الزبده دي بيكون فيها غش كتير، فيعني اتقوا الله في بيعكم وفي حاجتكم وفي فلوسكم، علشان خاطر ربنا يبارك لكم فيها. وبشكركم على متابعتكم للفيديو، وكل سنه وحضراتكم طيبين. ويا ريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.